بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا وتعالوا مع بعض. معانا اخبار كتيره جدا النهارده. الفرق بين رجال اعمال النادي الاهلي ورجال اعمال نادي الزمالك وفصل تعاقد اللاعب الجديد ومشاكل نادي الزمالك. تعالوا مع بعض في البدايه نشوف الفرق بين رجال اعمال النادي الاهلي والفرق بين رجال اعمال نادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين الاستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي في طلع في حوار مع عمرو اديب، بس تعالوا نقف على حته كده هو قالها. تعالوا نشوف الاستاذ ياسين منصور قال ايه وبعد كده نتكلم. ماشي كويس جدا. طبعا جدا. يعني الحقيقه هي كانت شركه الكوره. انا اول لما دخلت كان في مشكله اساسيه، وهي انه كان الرعاة كان بيجي حد بينزل مناقصه كل 4 سنين، حد يخش يشتري التيشيرت بالكامل بالاعلانات اللي عليه برقم مقفول ويبيع هو بقى. وهو ينزل ايه يقطعه مبلغ ويبيعه مقطوع. مبلغ مقطوع. اللي مش فاهم الحته دي ان الاستاذ ياسين منصور قال لك ايه؟ النادي الاهلي لما كان بيجيله رعاه كان بيجي شخص، النادي الاهلي بيعرض تيشيرته في مزاد علني، اللي بيجي الشخص يشتري تيشيرت النادي الاهلي لمده 4 سنين وهو اللي بياخد الرعاه دي يوزعها على حسب هو عايز يوزعها على حسب انت عايز تعمل ايه، فالشخص ده بيوزعها والفلوس ما بياخدهاش مره واحده، لا الفلوس بتتقسط. فتعالوا بس ايه نكمل برضو بقيه الفيديو. انا كان وجهه نظري لا، ده الفانيلا والشورت دول ملك النادي الاهلي، فانا اللي اجيب بقى. فجبنا شركه اللي هي بتسوق ده، بنقول لها انت روحي هاتي، عايزين هنا مثلا هاتي تيليكوميونيكيشن مثلا، وات ايفر، مياه غازيه، تليفون، واحنا عايز سعر كذا. روح بقى انت ايه هات الرقم. لما جالهم بقى المعلم بقى اللي هو بيفهم ازاي يبيع فبعنا البتاع ده الحمد لله، والفلوس بتخش بدل ما اعتمد على ان الشركه اللي هي اشترت مني بتهزر. لا، هل دفع اتاخر راح جه مش عارف ايه، ما دفعش دفع هكذا، بقت الفلوس بتخش في اسكرو، انا باخد نصيبي، الشركه بتاخد الكوميشن بتاعها، الراجل المعلم بيحط الفلوس في حساب البنكي، انا باخد فلوسي من اول يوم. معنى كلام الاستاذ ياسين منصور اني قال لك انا لما دخلت النادي الاهلي ودخلت شركه الكوره في النادي الاهلي قلت الموضوع ده ان تيشيرت النادي الاهلي وشورت النادي ده ملك النادي الاهلي، والراعي انت عايز مثلا تحط معاه او تراعي على تيشيرت النادي الاهلي في فتره مثلا معينه، تبقى انت الراعي مثلا في الدوري، تبقى لو في بطوله الكاس يبقى انت مش راعي، هيبقى في راعي بديل، واني انا اسوق لنفسي بدل ما يجي شخص ياخد التيشيرت النادي الاهلي في مزاد على لمده 4 سنين ويدفع بالتقسيط، وان اقعد ادور والفلوس هتيجي امتى او لا، انا اسوق لنفسي وفي نفس الوقت يبقى الفلوس داخله لي انا مش داخله لحد تاني. ده الاستاذ ياسين منصور والحوار اللي قاله مع عمرو اديب. فرق بين بقى دور رجال الاعمال في نادي الزمالك، تتكلم مع اي حد في نادي الزمالك او رجال الاعمال في نادي الزمالك تقول له المشكله القيد يقول لك الارض، طيب المستحقات متاخره يقول لك الارض، طيب دفع فواتير، كل ما تتكلم مع رجل اعمال يقول لك الارض. ده الفرق بين رجال الاعمال النادي الاهلي ورجال اعمال نادي الزمالك، ودي حاجه ان انت تثبت تطور النادي الاهلي والاهلي بيدخل له فلوس منين عشان تعرفوا ان النادي الاهلي موارد النادي الاهلي بتدخل منين، والنادي الاهلي بيدخل له فلوس منين، النادي الاهلي بيدخل له فلوس من المنشات اللي هو بيعملها والفكر اللي هو بيعمله، والرجال الاعمال اللي خايفه على النادي الاهلي والدخل اللي بيدخله عن طريق رجال الاعمال، مش ناس تيجي تتكلم او مشكلتها الوحيده اللي هي حته الارض بتاعت ارض اكتوبر، تيجي تتكلم معايا حد يقول لك ارض اكتوبر. نيجي بقى للخبر اللي معانا بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو الفلسطيني عمر فرج. عمر فرج خلاص هيفسخ عقده مع نادي الزمالك رسميا. الفلسطيني عمر فرج يقرر فسخ التعاقد مع الزمالك بسبب عدم الحصول على المستحقات المتاخره. عمر خلاص يعني قبل كده طبعا كان في صلاح مصدق، كان عدي الدباء او اسمه ده عبد الحميد معالي، ودلوقتي عمر فرج، ولسه عندك بنتايج، لسه في كتير جدا من فسخ التعاقد بالنسبه لجماهير نادي او لنادي الزمالك من اللاعيبه المحترفه اللي جت اللي لحد دلوقتي ما استفادوش منها. يعني عمر فرج ده نادي الزمالك اصلا ما استفادش منه الفتره اللي فاتت، ما شفناش عمر فرج ده نهائيا، ونادي الزمالك ما استفادش منه اصلا. الزمالك بقى بقول لك مين اللي ممكن يفسخ التعاقد؟ وانا الفينا، يعني اخوان الفينا بيقرر انه يفسخ التعاقد مع نادي الزمالك. الزمالك يصرف دفعه من المستحقات بزياده خوفا من مصير بنتايج ومصدق.
يعني خايفين اصلا ان بيزيرا ان هو يعمل حاجه، بس هو ما صرفوش ليه؟ طب منين اصلا؟ ده حاجه غريبه جدا، لحد دلوقتي ما صرفوش عقد اصلا او ما صرفوش فلوس. هو قدم شكوى لنادي الزمالك او قدم بطلب او ان هو استغل نادي الزمالك في الفتره دي، وقدم لهم قال لو ما فيش فلوس انا هروح اقدم شكوى. بس نادي الزمالك قال احنا صرفنا، بس هم اصلا ما صرفوش اي حاجه، لان لو صرفوا كان دفعوا محمود بنتاج اللي هو اصلا قدم شكوى رسميه في الفيفا او بفسخ التعاقد عشان من طرف واحد عشان خاطر يمشي من نادي الزمالك. طب بالنسبه هل محمود بنتاج هيجي النادي الاهلي؟ لو محمود بنتاج فري بالنسبه للنادي الاهلي هيجي النادي الأهلي. بس النادي الاهلي ان هو يدخل فيه صفقه ان هو ياخد محمود بنتاج دلوقتي مش هيجي لحد لما يخلص اموره مع نادي الزمالك ويخلص مشكلته مع نادي الزمالك، وبعد كده يجي النادي الاهلي. نيجي بقى مهاجم النادي الاهلي الجديد. النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع مين؟ مع ياسر النعمان. ياسر النعمان ده لاعب ناشئ بيلعب في العرب القطري، لاعب اردني، لاعب كويس جدا، مهاجم كويس. النادي الاهلي بدا يستفسر على اللاعب الفلوس الماديه، الشرط الجزائي، بس العرب القطري في شرط جزائي في عقد اللاعب، لو مشي لازم يدفع الشرط الجزائي ده. الاهلي يجهز دفعه للشرط الجزائي لضم المهاجم الاردني ياسر النعمان مع من النادي العربي القطري في حاله تواصل اتفاق مع اللاعب. اللاعب كده كده اصلا مرحب ان هو يجي النادي الاهلي، وقال انا عادي مفيش مشكله ان انا اجي النادي الاهلي. دي حاجه، بس في شرط جزائي. في ناس بتقول لك شرط الجزائي مليون ونص دولار، في ناس بتقول لك 2 مليون، في ناس بتقول لك 4 مليون. لسه ما تعرفش الشرط الجزائي قد ايه، والنادي الاهلي مرحب ان يجي اللاعب ده النادي الاهلي، المهاجم النادي الاهلي. بس ايه قال لك ايه بقى؟ يزن النعمان ضمن قائمه المرشحين الترشيحات لدعم خط هجوم النادي الاهلي في يناير. اللاعب بدا موافقته ويبقى التفاصيل الماليه للعدد. يزن النعمان يمتلك شرط جزائي نستطيع تفعيله، ولكن هناك رغبه في خوض المفاوضات مع العرب القطري حفظا على العلاقات. القرار النهائي لحسم هذه الملف سيكون في يد يستروب على الفريق لانه هو مدرب الفريق الفني. بمعنى صح ان القرار النهائي بالنسبه لياسر النعمان ان هو جاي الاهلي ولا لا، ده هيبقى فيه يستروب. بس النادي الاهلي مرحب جدا ان يجي اللاعب ده اللي هو ياسر النعمان، هيجي النادي الاهلي مفيش مشكله جدا. بس طبعا الشرط الجزائي الناس اللي بتقول لك 4 مليون، الناس بتقول لك 2 مليون، فبالفتره اللي جايه ممكن تلاقي فعلا اللاعب الاردني ياسر النعماتي لاعب في النادي الاهلي. نيجي بقى للخبر اللي هو شيكابالا. شيكابالا ايه؟ شيكابالا طلع بيتكلم مع بران قال انا وقفت كنت موجود في نادي الزمالك في فتره اسوء من دي، بس ما وصلناش لمرحله ان اللعيبه ان هي تعمل ايه؟ شكوى او اللعيبه تفسخ العقد مع نادي الزمالك. السبب طبعا مرينا بظروف كده، كان مع وقت ممدوح عباس ووقت مرتضى منصور كان اسوء من الفتره دي، بس كان المشاكل بتتحل. تعال بس نشوف بقى ايه قال ايه. لعبت في فتره كانت اصعب بكثير على الزمالك، ومع ذلك لم نصل لهذه المرحله من السوء. رسالتي الى مجلس الاداره اذا لم تكن على قدر طلبات الزمالك وجمهوره فاطلب منكم الرحيل. يعني معنى صعب اقول لهم امشوا، يعني لو انتم مش قادرين تمسكوا الزمالك ومش قادرين توفروا فلوس ماليه للعيبه ومش قادرين تسعدوا الجمهور، لا امشوا افضل. هذا المجلس هو الاكثر حصولا على الدعم، ولكن الان لا يوجد اي شيء. فعلا المجلس ده، لان المجلس ده فيه دفعه واحده، قائمه واحده لنادي الزمالك، وفعلا ليه دعم كبير جدا، وفي ناس كتير جدا سلمت المجلس ده، بس لحد دلوقتي مفيش اي فائده. لما تيجي تتكلم اي حد من المجلس اداره نادي الزمالك تقول له المشكله فين؟ يقول لك اصلا المشكله ارض اكتوبر. تقول له طيب في لاعب هيفسخ عقد من طرف، يقول لك ارض اكتوبر. يعني انت ملزم واحد زي مثلا زي عمر فرج ده. عمر فرج مضى مع نادي الزمالك 4 سنين، هيفسخ عقد من طرف واحد، هيروح يلعب في النادي الثاني. انت مجبر ان انت تدفع له ال4 سنين، ومجبر ان انت تدفع للنادي اللي هو المبلغ اللي انت اشتريت بيه. واحد زي بنتاج برضه، بنتاج بيلعب على سنه ونص، برضه مجبر ان انت تدفع له مستحقاته المتاخره كلها وهو بيلعب مع نادي ثاني. صلاح مصدق لحد دلوقتي تيجي تكلم حد في اداره نادي الزمالك يقول لك مشكلتنا ارض اكتوبر. ازاي نادي زي اتحاد نادي الزمالك موارده كلها متوقفه على حته ارض اللي هي ارض اكتوبر؟ ودي حاجه مش لطيفه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. سيف جعفر، يعني سيف جعفر جماهير نادي الزمالك اصلا بتتكلم عليه وتقول انه يعني
ليه ما قدمش شكوى؟ وكيل اللاعب قال ايه بقى؟ وكيل الجزيري لم يشكو الزمالك من اجل الجماهير ويقدر ظروف النادي الحاليه. يعني معنى صح هو اللاعب عادي بالنسبه له، لان هو اللاعب ما فيش عروض متوفره له الفتره دي. اللاعب لو جاي له عروض هيمشي يسيب نادي الزمالك، هو مش عايز يسيب نادي الزمالك الفتره دي لان ما فيش عروض. لو اتقدم له اي عرض هيسيب الزمالك ويمشي. وكتير من جمهور نادي الزمالك مش عايز يسيب جعفر في النادي وعايز ان هو يقدم شكوى او بمعنى صح يفسخ عقده زي بقيه اللعيبه ويمشي. الثنائي الفلسطيني يشكو الزمالك لحصوله على المستحقات الماليه المتاخره، اللي هو مين بقى؟ اللي هو ادم كيد وعباد الفتاح. الاثنين دول شكوا نادي الزمالك او هيقدموا شكوى في نادي الزمالك عشان خاطر المستحقات المتاخره. زي ما قلنا قبل كده، اي لاعب دي لعيبه اجانب لازم جايه الدوري المصري عشان الفلوس، جايه تاخد فلوس، ده اكل عيش، ده شغلهم اللي هي الكوره اصلا بمعنى اصح. انت كل الكوره شغل الناس دي، يعني هو لو مفيش فلوس هياكل نفسه منين او هياكل بيته منين؟ فانت لازم توفر له فلوس. انت رحت جبت اعلى، يعني النادي الزمالك لو عرفنا التوتال بتاع نادي الزمالك الفتره دي هتلاقي نادي الزمالك اعلى نادي جاب صفقات، يعني جاب صفقات بحوالي 7.5 مليون دولار، يعني اعلى نادي. انت رحت جبت كميه الصفقات دي بالمبالغ دي كلها وانت اصلا ما فيش فلوس داخله للنادي، ودي حاجه مش كويسه في نادي الزمالك والفتره اللي بيمر بيها نادي الزمالك. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. اهم حاجه الاشتراك للقناه واعمل لايك وفعل الجرس عشان اي فيديو ننزله على القناه يوصل لك اشعار بيه. استنونا في اخبار